السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو جديد من فيديو احمد عالمي. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وعاملين لايك سبسكرايب فعال الجرس عشان كل جديد والحاجات اللي انتوا عارفينها دي طبعا، فمش لازم كل فيديو اقولها لك. ايه الدبانه دي؟ فيديو النهارده فيديو جديد ووحش يعني، عشان هنتكلم عن يارا الدلوعه، دلوعه بابي اللي هي عايزه فلوس، فاكرينها انتوا دي؟ ما علينا. بقت تعمل بسم الله ما شاء الله خرا جديد يعني، كانت عامله حاجات مقرفه زمان والحمد لله ما بقاش نسمع عنها. رجعت تاني للاسف، وانتوا قعدتوا تمنشنوا لي وتبعتوا لي، وانا اصلا فاقد الشغف يعني، باين عليا اصلا ان انا مش طايق نفسي فاهم. وكلاب بتهوهو وكل يوم ناس شغالين مش عارف بونش وحاجات، وانا مش عارف اصور اصلا ولا نيله. فانا تمام، انا تمام وانتوا بتمتحنوا يعني. متخيل العبث ده كله بيحصل وهنتفرج كمان على عياره يعني. اعمل لايك ارجوك يعني، قدر مجهودي في العبث ده. واقف عامله كده ليه؟ ده انا هكسر الباب ده على دماغك. ليه؟ فين الاوردر اللي انا جبته ما جاش ليه؟ طيب في حاجه مهمه نسيت اقول لك عليها يعني، لو مش مصدع خد بنادول عشان هتصدع، ولو مصدع اوريدي لا اقفل الفيديو، اقفل الفيديو عشان هيجي دماغك هتفرقع، ويتفرج بعدين عشان هتسمع صياح من صياح غبي. مشيت الراجل وقلت له العنوان غلط. ليه؟ في حد بيطلب اوردر ب 100,000 جنيه؟ انا بطلب اوردر ب 100,000 جنيه. ليه معاك؟ يا احمد انت بتعمل رياكت، ده ملناش دعوه بيه، عشان اي حاجه هتقولها تعتبر تنمر. اسكت خالص، اسكت. تمام. كام؟ معاك فلوس. مين اللي معاه ما فلوس؟ تدفع 100,000 جنيه يا رب اطلب ب1,000,000 جنيه. هو بابي ده ممسوك عليه زله طيب، ولا في مشكله معاه ولا ايه يا اسطى؟ اصل أنا مش شايف اللي يستدعي ان انت فاهمني بقى وانت فاهمني. فانت لو في مشكله معاك يا صاحبي قول لي كده، وهشوف انا وكذا واحد من صحابي اليوتيوبر يعني، نطلع نتكلم في الموضوع ده ونحاول نجيب لك حقك. بس يا ريت تتواصل معانا، مش عارف اسمك ايه الصراحه، بس اتواصل معانا ان شاء الله نعرف نحل لك الحوار ده، عشان انت صعبان عليا يا صاحبي. الاوردر لو ما جاش دلوقتي انا هوديه. خلاص هجيبه هتجيبه امتى؟ دلوقتي. هتيجي تاني. طب انا بعمل ليه في نفسي كده يعني؟ انا حاسس ان انا مثلا مخنوق مكتئب فاقد الشغف، حاسس كده بجيب يعني. ليه بتمنشنولي يعني؟ احنا ليه كنتوا تمنشنولي مثلا؟ كنا نعمل ميمز يعني، كنتوا تعملوا ميمز نضحك ونتبسط فاهم. الفيديو الجاي خلوه ميمز يا جدعان، ابعتوا لي ميمز على الانستا بجد، عشان انا ما حرام يا جدعان، حرام والله. ضربة البوس كده ليه؟ ده انا حتى لسه منزلك السفاري وكنت سايبك ومبسوطة. يا بابي بولد ايه؟ ده انا كنت راكبه البيتش باجي، الراجل التاني شلوت وقعني. والله الراجل ده بيفهم يعني، اكيد انت كنت بتصيحي كده يعني. تخيل انت قاعدين كده سفاري والناس بقى جايه ومبسوطه دي، يا بابي انا بقى بجد احسن. تسلم رجلك على الشلوت اللي اديتهولها ده يا معلم. الراجل مين ده اللي اداك بالشلوت؟ معرفش الراجل اللي جوه وقعني من على البيتش باجي واتعور. يا رب كان سابك في الصحراء احسن، يا ريته كان سابك في الصحراء. ليه بعمل في نفسي كده؟ ليه يا شيخة انت بقيت بتعمل لي كده ليه يا بابي؟ يا ريته سابك في الصحراء. يا بابي ارحمنا وارحم نفسك وابعد الكاميرا عن وشها بعد اذنك يعني. ما فيش حد بيصور حد كده مبدئيا، عشان ما تكررناش ما تكررناش في الفيديو بس لساني باظ. سلام عليك. طب جيب لي حقي. حاضر. ثانك يو دادي. حسبي الله ونعم الوكيل. انا مش هقدر اقول غير كده بجد يعني، مش هقدر اقول غير كده. لا كفايه، عشان انا لو قلت حاجه غير كده مش يعني مش لا. هو خلينا احنا قناه عائليه وانتوا احنا مبسوطين كده، احنا تمام. مين اقوى حد في العالم؟ انا. مين اقوى حد في العالم؟ مين اقوى حد في العالم؟ انا والناس اللي بتتفرج عليا اقوى حد في العالم معروفه، عشان بنستحمل ده ايه يعني. يا رب الكلب يعضكم. انا. قبل ما امشي، مين اقوى حد في العالم؟ مش انا. امال ليه لما انا كنت ماسك ايدك من شويه قلت انك اقوى حد في العالم؟ علشان لما كنت ماسك ايدي كنت انا اقوى حد في العالم بيك، لكن لما سبتني ما بقتش انا اللي قويه. تصدق انا في حاجه غريبه جت في دماغي دلوقتي يعني، احنا دلوقتي مش مستحملين بجد يعني. انا هتفرج على الفيديو ده، هتفرج على الفيديوهات دي ساعه الا تلت مثلا او ساعه، عشان اعرف بعد كده منتج لكم واوصل لكم مثلا فيديو 10 دقايق او ربع ساعه اللي هعمله لكم ان شاء الله. تخيل بقى الكلب ده عايش معاهم، الكلب ده بيصحى كده من النوم، ده حياته. العبث اللي احنا بنشوفه ده دي حياه الكلب ده فاهم يعني. جمعيه الرفق بالحيوان فين يا جدعان؟ سبحان الله يا يارا، سبحان الله يا يارا، شايفه بوز الجمل عامل ازاي؟ لا جمعيه حقوق الحيوان فين صح يعني. الكلب تقريبا ما استحملش وانتحر، جابوا جمل يعني. في ايه بقى؟ في ايه؟
بص لي كده ما شاء الله شبه بعض. ولاد شبه خالة؟ بعض. هو انتوا ولاد خالة؟ بص الجمل زعل بجد يعني فاهم مين يا اسطى اللي شبهي ولا انا اللي شبهي؟ انا ماشي يا عم احنا هنهزر سلام يا عم انت هنهزر مع بعض. خلاص بقى يا جماعه، بابي زعلان مني وما بيكلمنيش. بوسي ايدي صباع صباع. بقول لك ايه ما احسن خليه زعلان. يا جدعان ما تحلوا مشاكلكم يعني. بص دلوقتي انا لا يعني انا لو زعلان من حد من اهلي يا جدعان اطلع لكم قدام الكاميرا يا جدعان انا زعلان من اخويا مثلا او اختي ليه بقى ما اعرفش وتعالوا نبوس بقى في بعض وكده ما كل واحد يصالح اهله بعيد عن ميتين ابونا بقى تليفوناش بقى. خلاص بقى العيد بقى العيد والناس بتتفرج عليا. خلاص العيد العيد. يا رب يجي امن الكافيه ده او المكان اللي انتوا قاعدين فيه ده ويطلعكم بره يقول لكم بلاش محن او بلاش قرف بلاش اصلا بلاش وياخد التليفون يكسره عشان ما تصوروش فيديوهات تاني. يا عم العيد خلاص بقى يا بابا عشان خاطر خلاص بقى. طب ده انت لسه مديني العيد. في حاجه حلوه على فكره في حاجه حلوه حصلت لو واخدين بالكم ان بابي زعلان هي موطيه صوتها فاهم اللي هو خلاص يا بابي والعيد ومش عارف ايه كان مش عايزه فلوس ولا ثانك يو تاني. الحمد لله مش هيسمعهم الفيديو ده. واخده مني 7000 امبارح. مديني 8000 جنيه عاديه يا معفن. اب بخيل خلاص واللمس. طب انا لو قلت لكم ان العيديه بتاعتي ما كملتش ال 200 جنيه تقريبا مش هتصدقوني يعني. يلا الحمد لله. لحم بقى خلاص خلاص عشان خاطري بوس بالله عليك. عارف لو خلاص يلا اقفل يا هادي انا الناس اتفرجت عليا خلاص. انت ليه ساهمت في حاجه زي كده بجد يا هادي يعني كنت قفلت الكاميرا واقنعتهم ان انت بتصور وخلاص واعمل عبيط يا اسطى يعني والله كنت هدعي لك. يا الصبح هو اللي في كارثه. وتخيل انت صاحي الصبح لقيت واحد وعامله وشه كده ايه؟ لا ده مش تنمر بجد يعني. انا ليه طب يا جدعان حرام يا جدعان والله يا جدعان ايه رايكم؟ طب ما نشنوا لها افلام فاكرين افلام القصيره كنا بنعمل زمان مش هقول لكم نعمل ميمز والله فاكرين اللي هي الحاجات اما نشنوا لها حاجه غير الحاجات دي والنبي اما نشنوا لها حاجه تفك عليا كده. يا بابي كنت داخله السوبر ماركت اشتري حاجات قام الراجل كسر لي نضارتي. وكسر لك نضارتك كده ليه؟ يا بابي كسرها لي عشان كل ما بروح له بجيب حاجات ومش بديله فلوس وبقول له بابي هيدفع لك. وبتقولي له بابي هيدفع لك ليه؟ انت بتاخدي هديه 8000 او انا حاسس ان انا هبقى اتكلم كده بعد الفيديو يا بابي. وانت طلعت ما بتدفعش. هو انت ما بتدفعش ليه يا بخيل؟ حرام عليك. اعوذ بالله من الخبث والخبائث. تخيل انت محتواك كده تتكلم كده في الكاميرا يا انت ليه وبتعمل تعبيرات غريبه في وشك وتلزق مناخيرك كده في الكاميرا ده يعني بجد يعني بجد انتوا هتتبسطوا لو انا قعدت طول الفيديو كده بجد يعني ردوا عليا. واللي في ايدك دايما انت اشتريتي منه اهو. ما انا ما دفعت له. يعني كسر لك النضاره يعني انت سرقتيه؟ سرقته. الراجل اللي عندي 500,000 جنيه. انا هروح ادفع. ليه 500,000 جنيه شريكه في المحل؟ ايه ده ممكن افتح مشروع اكيد هتفتح بيهم مشروع 500,000 جنيه دول. مالك يا حبيبتي؟ انا رضوى حي بابي على اللي حصل معايا. ايه اللي حصل؟ اللي حصل معايا يا بابي؟ في ايه اللي حصل؟ يا بابي كنت رايح بفتح ليها ديزي وانا نازله بتزعلها من على الزحليقه الراجل مسكني من ايدي قلت له هو في ايه؟ قال لي عادي فلوس مش انت اللي بتاخدي فلوس من بابي. قلت له وانت مالك انا باخد الفلوس دي ليه؟ انا مش مهتم بالقصه دي يعني. انا لو شفتك في الشارع هجري وراك بطوب مش هقول لك هاتي فلوس والكلام ده. لو بابي عايز يديني فلوس يعني ان انا اجري وراك بطوب انا تمام موافق يعني كتر خيرك يا بابي. هات عاديه بس يعني فكك بقى من الفلوس العاديه. قال لي لا لازم تجيبي فلوس. قال لي يا بابي طب ما كنت اديتي له فلوس. هو انا معايا فلوس في الزحليقه؟ طب خلاص انا هتصرف. هتعمل ايه؟ وريني وشك كده انا هديله انا فلوس. ثانك يو داري. ايه ليه بيحصل لي كده يعني؟ ليه ما كنت عملت ايه؟ كنت عملت فيديوهات طبخ يعني. انا ايه؟ انا بجد مش طايق نفسي يا جدعان ومش طايق شعري اللي مش راضي يطلع ده مش طايق اي حاجه. مالك يا بلوى لما الشنط دي ورايحه على فين؟ يا بابا انا ما لميتش الشنط الفندق طردني. ما انت لازم والله لازم الفندق يطردك وبتاع الزحليقه يضربك وبتاع السوبر ماركت يضربك
وانا ما اعرفش مين ضرب التاني، بس يعني لازم ده كله يحصل يا بنتي. كده في كل مكان فضيحه، طردنا ليه؟ تركني بيقولوا لي صوتي عالي، انا صوتي عالي. لا خالص، ليه بتتبلوا على الناس يعني؟ دي صوت عالي؟ تخيل انت صوتك مزعج قوي، انت صوتك انت تخيل انت جارتي، اقسم يعني مش عارف اعمل ايه يعني. الحمد لله ان مش جارتي، الحمد لله ان انت مش جارتي. حرام عليهم. لا انا هطلع عين الفندق ده، انا مش هسكت يا بابي. اجري قدامي على البيت يلا. اديك ازاي؟ عارفين الاعراس الماريونيت اللي هي بتبقى بخشبتين كده وكده واللي بيقعدوا يرقصوها كده دي؟ نفس اللي بيحصل، بتقول ثانك يو داري، بيبقى نفس العروسه بقى الماريونيت، واحد بيعمل لها كده بقى عشان تعمل كده وثانك يو داري، فاهم؟ جيب لي حقي. حقك ده انا معلقك يلا على البيت. اديك ازاي؟ اهو عروسه ماريونيت، انت لو مش عارفها اكتب والله على اليوتيوب او جوجل ايا كان عرايس ماريونيت هتظهر لك. وبكده يا جماعه خلص الفيديو بتاع النهارده. لسه عندكش لايك يا ريت تعمل لايك، سبسكرايب في القناه، وفعل الجرس واعمل شير مع صحابك كتير عشان نكبر وكده يعني، انت فاهم الدنيا. ومن الفيديو الجاي هنحط اعلى كومنت، فاكتب كومنت حلو جدا في الفيديو ده. انا لساني باظ بجد، وبفكر اوقف فيديوهات لفتره لغايه ما ابقى احسن، بس ممكن نعمل فيديو ميمز، فيا ريت تبعتوا لنا حاجات تضحك او اي حاجه يعني. وبس يلا، السلام عليكم.